في المراجع العسكرية الأجنبية لما بيجوا يتكلموا عن كفاءة الطيارين المقاتلين في الشرق الأوسط، في جملة شهيرة جدا بتوصف ضيف النهاردة. الجملة بتقول بالنص إنه أفضل من قاد الميج 21 خارج حدود الاتحاد السوفيتي، وبنقول برضو وداخله كمان. احنا النهارده قدام اسطوره حقيقيه، طيار مقاتل كان بيطير على ارتفاعات منخفضه جدا لدرجه ان شجر الدلتا كان بيمسح بطن الطياره من تحت. بالظبط. شرف كبير ليا النهارده اني اكون في ضيافه سياده اللواء طيار اركان حرب سمير عزيز، نائب رئيس اركان القوات الجويه الاسبق واحد اساطير السرب 46. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا. حابب اشكرك على ان انت بتستضيفنا النهارده. ده شرفتونا. احنا النهارده جايين عشان نتعلم منك حبه حاجات. ربنا يخليك. فخلينا نبدا بحاجه كده، خلينا نبدا بقصه معركه المنصوره. تمام. ايه اللي حصل يوم 14 14 هو احنا هجمنا عليهم يوم 6. هم هجموا علينا يوم 7 ويوم 9 ويوم 14 وكملوا يوم 15 حاجه بسيطه. يوم 7 ما قدروش يعملوا حاجه خالص. يوم 9 برضه ما قدروش يعملوا حاجه لان كان في طيارات لينا في الجو، فلما بتخش طيارات المعاديه شايله قنابل بتبقى تقيله، فلازم تتخلص من القنابل دي عشان تقدر تناور مع طياراتنا. فاللي حصل كده فعلا. يوم بقى 14 هم اخدوا درس من يوم 7 ويوم 9 ان هم ما عرفوش يعملوا حاجه خالص لان طياراتنا هجمتهم. فعملوا ايه بقى يوم 14؟ كثفوا جدا الهجمه بتاعتهم. هم كان الاسرائيليين عندهم مبدا اسمها الحشد والتركيز، يحشدوا كميه كبيره قوي 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 من الطيارات ويخشوا على نقطه معينه يركزوا فيها. فهم حاولوا يوم 14 يوقفوا كل الدلتا عن الطيران. يعني مش بس هاجموا المنصوره، هاجموا طنطا برضو، وهاجموا اعتقد ابو حماد كمان. بس القوة الرئيسية هاجمتنا في المنصورة. ليه؟ احنا كنا سربين في المنصورة، سربين يعني حوالي 40 طيارة تقريبا. وكانت المنصورة دي عاملة لهم ذعر اللي ايه، زي ما بيقولوا لقمة في الزور، لان طول القناة كلها عليها دفاع جوي صواريخ، فمش قادرين يعدوا من هناك. فكانوا بيعدوا منين؟ بيعدوا من شمال بورسعيد وبعدين ينزلوا على دمياط على عندنا، عشان لو المطارات بتاعت الدلتا اتقفلت خلاص الجو بقى بتاعهم زي ما حصل في 67، عاوزين يكرروا 67. فالحمد لله الحمد لله يعني قدرنا يعني نوقفهم خالص، نقطع ايديهم خالص. يعني احنا بنتكلم على 14 اكتوبر معركه المنصوره الجويه، بنتكلم على فوق ال 80 طياره من الناحيتين. لا من الناحيه بتاعتهم هم بس. هم 80 يمكن اكتر شويه مش صغيرين، بس نقول مينيمم 80. وقتها لما يعني اوصف لي كده اليوم كان عامل ازاي معاك؟ اليوم كان الصبح عادي خالص، مفيش اي. احنا بنعمل ايه؟ اتعلمنا من سنة 67 لما هجمونا ما كناش عاملين مظلات فوق المطارات. لو كنا عاملين مظلات فوق المطارات كان الحرب دي اختلفت خالص. المهم اتعلمنا وطبقنا ان طول ما في طيارين وطيارات ومطار لازم يتعمل مظلات تحمي المطار. فكان فعلا في 4 طيارات في الجو عاملة مظلة تحمي المطار وهم راجعين. هي المظلة كانت شمال المنصورة، وهم راجعين كانت أول موجة إسرائيلية دخلت تضرب المطار، فاشتبكوا معاهم. طبعا زي ما قلت لحضرتك إن لازم يرموا الحمولة بتاعتهم، لو كان خزانات أو قنابل لازم يرموها عشان تبقى خفيفة يقدروا يقاتلوا بيها. فما قدروش يوصلوا لحدود المطار حتى، فرموا القنابل بتاعتهم في المزارع اللي حوالين المطار واللي قبل المطار، واشتبكت ال4 طيارات بتوعنا معاهم، طلع 4 في 4 في 4 لأن المطار تحتينا. فهم جايين من إسرائيل مسافة بعيدة، احنا فوق أرضنا وفوق مطارنا. فكان كل لما الوقود بتاعنا يبتدي يقل
حتى كان في طيارين نزلوا مونوا وطلعوا تاني في نفس المعركه. استمر لانها استمرت 53 دقيقه المعركه. هي مش يعني، هي مش معركه واحده المفروض 53 دقيقه، لا هي دخلوا على ويفز، على على مراحل ورا بعض، عشان كده استمرت 53 دقيقه. اخر احصائيه قريتها اول امبارح من الدفاع الجوي المصري، دي حاجه يعني دوكيومنتد، وقع لهم 15. احنا كنا فاكرين ان هم 17 طياره اللي وقعوهم، لا هو طلعوا 15، طلعوا 7 منهم بالدفاع الجوي بالصواريخ، واحنا وقعنا 8 منهم. ما حاولوا بقى يوم 15 على استحياء يقرروا تاني، بس اخدوا علقه برضه ما حصلتش، ما جوش بقى من يوميها. المعركه دي كان فيها انت طالع بالميج 21 اللي هي كان فيها تحديات تكنولوجيه زي الوقود قليل. ايوه. وقدامك الناحيه الثانيه طيارات متطوره جدا. بالظبط. انه قدامك طيارات فانتوم وميراج. بالظبط. انتوا كنتوا عارفين وانتوا طالعين ان انتوا قدام طيران اقوى بكتير. طبعا عارفين. وكان ايه التفكير وقتها؟ هو انت عارف اللي بيقولوا مثل بيقول مش عارف ايه، بتغزل برجل حمار، الشاطره تغزل برجل حمار. دي امكانياتك، عندك طياره ميج 21 ما فيهاش تكنولوجي خالص، فيول بتاعها قليل، مش كتير، تسليحها مش اللي هو برضو يعني. مثلا الفانتوم تقدر تقعد في الجو 4 ساعات، ولو دخلت اشتباك مينيمم تقعد نص ساعه تشتبك. احنا ما نقدرش نشبك اكتر من 5-7 دقايق عشان الفيول برضو ايه. الفانتوم بتشيل من 6 ل8 صواريخ، احنا بنشيل 2 بس، يعني الطياره الواحده ب4 من عندنا. الميراج كذلك برضو الفيول بتاعها اكتر. فانت بتحارب بروحك، يعني دي بلدك، يعني انت عاوز تجيب الانتصار بسنانك بالايديك وبتاع يعني مش مستني امكانيه الطياره تساعدك، انت اللي بتساعد امكانيه الطياره. سؤال مهم برضو ليه علاقه بان انت تبقى عارف نقط قوه وضعف الحاجه اللي انت بتستخدمها. يعني حضرتك كنت بتتكلم معايا في حته ان الطياره الميج مثلا كان ليها مميزات معينه وليها عيوب معينه. بالظبط. والطيارات الفانتوم او الميراج ليها عيوب معينه ومميزات معينه. بالظبط. فاحكي لي اكتر على ازاي بتقدر تستغل نقاط القوه والضعف في الموقف ده. اي طياره في الدنيا فيها، اي طياره فيها نقط ضعف ونقط قوه. الشطاره في القتال الجوي لما تخش معركه مع طياره معاديه، انك توقعها في الحاجه العيب بتاعها وتستغل ميزتك انت. يعني الطياره الميج 21 ميزتها في الرأسي، الحركات الرأسيه عاليه، الرأسي اللي هو ان انت تطلع فوق وتحت. الميراج والفانتوم، لا الميراج هما كده احسن، الفانتوم احسن مننا في كله، فوق وتحت ويمين وشمال وكله. دي الفانتوم. فعشان ما تتضربش لازم عينك تبقى وراك على طول، لان انت بتتضرب من طياره وراك، فطول ما انت شايف وراك كويس مش هتتضرب ابدا، لان مهما قرب منك عشان يضربك بتعمل ايفيزيف اكشن، بتعمل ايفيزيف اكشن، مناوره مضاده، بتطلعه من وراك. يعني برضو انا احد الاشتباكات كان ضد 4 طيارات ضدي انا لوحدي، تاني لاعبهم لغايه لما وصلت، كنا في سينا، لغايه لما وصلت لغايه القناه وهم ما ضربونيش، عشان انا باصص على ورايا على طول. مفيش طياره تهوب ناحيه ديلي، لو هم بيهوبوا طبعا ناحيه ديلي، بس بعمل مناورات بحيث ان هم ما ضربش. قدرت توصل من ممر متله لغايه القناه وما ضربتش. لما بنيجي نبص على حضرتك دخلت في اشتباكات ومعارك كتيره جدا، ماشي. في كل مره من المرات دي انت بيبقى قدامك كميه معلومات كتيره جدا. يعني المعلومات اللي هي بتجيلك من الموجه الارضي او من الطياره ذات نفسها او من اللي انت شايفه وكل الحاجات دي. الحاجات دي كلها كانت مستنيه منك ان انت تاخد قرارات سريعه قوي. فممكن تحكي لي اكتر برضو على انت كنت بتفكر في ايه او بتفكر فيه عامه لما بتبقى طيار مقاتل يعني؟ الطيار المقاتل لازم يتخذ قرار في 1/10 من الثانيه. يعني الثانيه دي بالنسبه للطيار المقاتل دي تايم كبير، يعني وقت كبير قوي الثانيه دي.
عشان تاخد قرار سليم لازم تفكيرك يبقى اسرع من الطياره، من حركه الطياره، واسرع من العدو، عشان تاخد قرار سليم ما تضربش او عشان تضرب. يعني برضو في احد الاشتباكات عشان اضرب الطياره اللي قدامي اضطريت ان انا اخش في وشها عشان ايه؟ تطلع من الوضع اللي هي كانت فيه وتمشي ستريت. وقدرت يعني طبعا ربنا هو اللي بيساعد كل حاجه، قدرت ان انا اضربها بكده يعني، ولعت وكده وانفجرت والحمد لله. آم، خليني بقى ارجع بينا شويه كده لورا عشان وناخد الناس معانا في رحله جميله كده. لما قررت ان انت عايز تبقى طيار، يعني ممكن تحكي لي اكتر الوقت ده كان ايه السبب وراه؟ كان انا والدي كان مهندس، وكان مهندس في القوات الجويه بس مدني، مهندس مدني. فكان ساعات ياخدني وانا صغير رئاسه القوات الجويه او الماظه. فوانا صغير ابص فوق كده، ايه حديده طايره في الهواء الله، مين الراجل اللي بيمشي الحديده دي في الهواء؟ يا ريت انا ابقى. وبعدين كان برضو منظر الطيارات يعني مرعب، بيخوف صوتها و فمن وانا صغير كان نفسي اطلع طيار، كان نفسي اطلع طيار. فالحمد لله لما كشفت، احنا دفعتنا كانت 5000 واحد تقريبا بيكشفوا، نجح الطيارين طلعنا 36 طيار 36 من من 5000 واحد. 5000. فال 5000 واحد دول دخلوا في اختبارات جسديه؟ لا كل ده سقط في الطبي. هو على ايامنا برضو زمان كانت التغذيه مش يعني مش زي الايام دي، كانت تغذيه وحشه يعني، مش عارف ليه، بس يعني كان صحه المصريين ما كانش قوي، بدليل ان ال 5000 تقريبا صفصفنا 36 طيار بس. وال 36 دول بقى لما بداوا، ايه ايه بقى التجربه بتاعتك؟ انت كنت داخل عايز تبقى طيار وتركب الطياره وفرحان جدا. طيب عاوز ابقى طيار. ما اعرفش بقى ان انا هبقى مقاتلات، يعني ما اعرفش. بس في الكليه المدرس بيشوف طبعا الطالب بتاعه هل هو هادئ ومتزن يطلع مواصلات، عفريت وكده يطلع مقاتلات. يعني بيتوزع، المدرس بيكتب تقرير في الطالب، وبعد ما نتخرج بنتوزع على حسب التقرير بتاع المدرس. بتاعك كان كان مقاتلات. ايه اللي بقى شافه خلاك المدرس بتاعي مره قال لي شايف كنا طايرين واطي شويه، قال لي شايف الصخره اللي هناك دي؟ قلت له ايوه. قال لي اهجم عليها. ما كناش خدنا حاجه خالص، احنا كنا يا دوبك لسه يعني تكف ولاندنج ويا دوبك. رحت شادد الطياره لفوق ونازل هاجم عليها وهاجم عليها وهاجم عليها. قال لي خلاص كفايه كده، يلا ننزل. عرفت بقى وقتها ان هو هيوديني المقاتلات. ولما رحت المقاتلات ايه اللي حصل بقى لما رحنا المقاتلات كنا حوالي 6 أو 7 طيارين تقريبا. أخدنا فرقة ميج 15، وبعدين توزعنا على سرب ميج 17، ما عادش فيه كتير. وبعدين رحت على الميج 21، كنت أول ملازم يخش على الميج 21. كان وقتها الميج 21 ما فيهاش طيارة مزدوجة الكرسي، يعني ما فيهاش تعليم، ما فيهاش اتنين. فبناخد جراوند سكول يعني ارضي، ويقول لك تطلع تعمل كذا كذا، اطلع ولازم تنزل طبعا والا هتموت. فطلعنا ونزلنا. الوحيد في دفعتي اللي دخل الميج 21 كنت انا. باقي في جزء دخل ميج قعد في ال 17، وجزء اخد في الميج 19، وانا دخلت الميج 21. ايه مدى يعني كانت ايه الاهميه بتاعت الميج 21 في الوقت ده؟ كانت هي المتقدمه جدا 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 في الوقت ده بالنسبه للتسليح الروسي، كانت هي نمره واحد الميج 21. والحقيقه كانت طياره لو استخدمتها صح طياره هايله. امم آم، وقتها كان سنه كام؟ انا اتخرجت 63. 63 كان عندي 20 سنه، ومن 63 لغايه 73 لما حصلت الحرب 10 سنين كنت دخلت فيها 4 حروب. دخلت حرب اليمن و67،
الاستنزاف و73. يعني في اول 10 سنين في خدمتي دخلت 4 حروب. وكنت في العشرينات من عمرك. كل في العشرين. مش يعني انا عايزك تحكي لي اكتر على انت يعني اول حرب طبعا كانت اول حرب 67. 67 وقتها كنت. قبليها كنت في اليمن، حاربت في اليمن، بس ما قعدناش كتير، كان طيارين بيروحوا 3 اشهر ويرجعوا، 3 اشهر ويرجعوا. بس كنت بقى في اشتباكات لا، اليمن ما كانش فيها اشتباكات، كنا بنضرب ارضي بس. امم فبالنسبه لك ما كانش في خطر. ما فيش خطر خالص، غير اليمنيين كانوا شاطرين قوي في التنشين يعني الارضي، يعني ينام على ظهره ويحط البندقيه على رجله ويروح رافع رجله لفوق وضربك. أنا نزلت مره لقيت طلقه بندقيه في الجناح. اه اليمن. بعد كده 67 بقى حرب الاستنزاف دي كانت كارثه. بس قصدي 67 كانت كارثه. الاستنزاف عملنا فيها شغل كويس قوي قوي، قدرت اوقع فيها 3 طيارات معاديه وحته فانتوم كمان زياده. بس 3 طيارات ميراج انا اللي موقعهم. وقتها كنت جزء من السرب كنت ايوه. ولا كنت قائد؟ لا لسه كنت صغير، كنت يعني احكي لي اكتر بقى عن وقت ما انت، تعال ناخد الفانتوم عشان دي كانت المهمه جدا، القطعه قويه جدا. انتوا قبل كل طلعه بيبقى ليكوا بريفنج بيحصل، بالظبط، وبعدها في دي بريفنج بيحصل. بالظبط. عايزك تحكي لي الحته بتاعت البريفنج بتاع المهمه دي والدي بريفنج بعدها اللي حصل. لما بنطلع مثلا نفرض ان احنا طالعين 4 طيارات يعني ضد بعض، 4 ضد 4 مثلا. فالبريفنج تحت انا بقول لهم كقائد تشكيل 4 طيارات، فلان احنا مثلا نمره 1 و2 و3 و4. 3 و4 ممكن يبقوا سبليت، يبقى يحاربوا لوحدهم، وواحد واثنين يحاربوا لوحدهم. يعني تبقى الفينجر فور الاربع طيارات يبقوا 2 و2. الاربعه بيتحركوا لوحدهم، 4 بيخشوا مع بعض الاربعه. لو اضطرت الظروف بيتقسم 2، بيبقى نمره 1 اللي هو انا قائد الاربعه ومعايا نمره 2 بتاعي. 3 و4 بيبقى سبليت جزء تاني. فبيتقال بريفنج بقى هنطلع نعمل كذا وانت تعمل كذا، يعني التصور اللي هيحصل فوق. لما بننزل بقى بنعمل دي بريفنج، انت غلطت في كذا، كان المفروض تعمل كذا، السرعه بتاعتك قلت في الحته الفلانيه، واخد بال حضرتك، بحيث ان ايه ما يحصلش اخطاء دي تاني. دي بريفنج. لما حصل موضوع الطياره فانتوم ده انت كنت وقتها جزء من السرب وكنتوا لا، في الفانتوم انا كنت قائد الاربع طيارات. انا قائد الاربع طيارات. لما بتعمل البريفنج على الارض انت بتبقى بتفترض حاجات، لان انت لسه هتشوف اللي هيحصل في الجو، يعني بالظبط. ما بتبقاش عارف العدو ده هيعمل معاك ايه، صح؟ بالظبط. ايه اللي بتعمله يعني كقائد للسرب بقى؟ انت قائد دلوقتي 4 طيارات، انت واحد من 4 طيارات. قائد فينجر فور. السرب بيبقى 4 فينجر فور. ف وقتها بقى بتاخد قرارات سريعه جدا في الجو، فممكن تحكي لي اكتر على ايه اللي بيبقى في دماغك وانت بتنظم الاربعه يعملوا ايه؟ اللي في دماغي نمره 1 ان انا امسك ديل العدو. ازاي بقى؟ اعمل مثلا لو انا قائد فينجر فور 4 طيارات، بقول للنمره 3 بتاعي اعمل كذا في اللاسلكي، خش يمين مثلا مثلا اطلع انزل، اوكي، بحيث ان هو يجذب وراه العدو وانا اركبه من ورا وارجع من ورا. دي بتبقى التكتيك، يعني لو ظروف سمحت بنعمل كده. فانتوا عشان كده بتطيروا اوقات اتنينات، لان 2 1 بالظبط. بياخدوا وراه والتاني لا، 2 دايما ليه؟ احنا الاثنين بنحمي بعض. لما يبقى واحد لوحده يعني غير لما يبقى 2، انا احمي الفوربيتور بتاعي اللي يعني اللي على جناحي وهو يحميني في الاشتباك. بيبص هو مثلا العدو طالع من تحت، العدو جاي من فوق، يعني ما نبقى 4 عينين احسن من عينتين. صح. لما بتكونوا في المناورات بتاعتكم او في الاشتباكات بتاعتكم، انت بيبقى عندك كذا حاجه بتحصل في نفس ذات الوقت، يعني انت بتبقى عندك صوت الراديو اللي بيبلغك حاجات، الوقود بتاعك اللي انت شايفه، كل الحاجات دي. وانت بيجي لك كل المعلومات دي، انت حضرتك كنت بتقول ان الثانيه دي بالنسبه للطيار المقاتل طويله. القرار السريع ده احسن من ان انت ما تاخدش قرار، يعني انت
ايه اللي بيخليك تاخد القرار السريع، وامتى بتعرف ان هو صح ولا غلط؟ الخبره بتخليني اخد قرار سريع وابقى في الاغلبيه صح. ده مع الوقت. الخبره والتدريب الشاق. احنا حضرتك قبل 67 مثلا كنا بنعمل مثلا 15 ساعه في الشهر مثلا. بعد ال 67 بقى نعمل 30 واكتر من 30. يعني التريننج اتضاعف، واتضاعف مره ويمكن مره ونص كمان زياده. زائد ان احنا مثلا كنا قبل 67 كسرب مقاتلات ما بنعملش اير تو جراوند، يعني ما بنعملش ضرب ارضي. لا بعد 67 بقينا ندرب نعمل ضرب ارضي كمان بقنابل والمدفع فنوعيه التدريب اختلفت وكميته زادت. وكان ايه السبب ورا التغييرات دي؟ الهزيمه والهزيمه بتاعت 67 هي اللي غيرت كل ده. وكان ايه انتوا كطيارين كنتوا بتفكروا في ايه بقى وقتها؟ فكرش في حاجه، انت بيجي لك شعبه التدريب بتبعت لك السكيدول اللي هو الجدول بتاع تدريب السنه كله. فكل قائد سرب بينفذ اللي جاي له من شعب التدريب، لازم ينفذه بالحرف. حلو. خليني اسالك حاجه تانية بقى ليها علاقه بالمواطن العادي، بالنسبه لحته الطيران بالذات. ودي حاجه كنت بشوفها مع ناس كتيره جدا، يعني في ناس كتيره جدا بتبقى عندها خوف من الطيران بشكل عام. تمام. وفي ناس كتير جدا ما بتسافرش بسبب ومش بس في مصر، يعني في العالم كله. نسبة الناس اللي عندها خوف من الطيران عالية جدا عاليه جدا. اه آه، خاصة دلوقتي لما بييجوا يشوفوا بقى فيديوز على السوشيال ميديا وحاجات كده، الطيارة مطبات هوا، الطيارة بتنزل بتعمل دروب كده مفاجئ، حاجات زي كده. لما كنت بتكلم مع التيم كنا بنتكلم على ان انا كنت عايز اقعد مع طيار، وبالعكس انا عايز بقى طيار مقاتل بيطير في اجواء غريبة جدا. فممكن حضرتك تكلمنا اكتر على الموضوع مطبات الهواء والطيران العادي، وهل الناس تمام ان هي تبقى خايفه؟ هل فعلا لازم يخافوا ولا؟ لا، الناس مش لازم تخاف ابدا. هم لو يعرفوا تصميم الطياره او يعني معلومات عن الطيران عموما مش لازم يخاف ابدا. ان انا كنت قريت ان جناح الطياره المدني يستحمل عماره من 6 ادوار تقل. العمود الرئيسي اللي هو المينسبار بيسموه العمود الرئيسي بتاع الجناح بيبقى مرن. يعني لو انت قاعد في الطياره وباصص على الجناح هتبص تلاقيه بيلب بيطلع فوق وينزل تحت. ده بيقلق الناس. بالعكس ده المفروض يطمنهم اكتر، عشان كده ما يتقطمش. ما دام بيلب معاك كده ما تقطمش. زي ما بقول لحضرتك الوحيد في العالم اللي مات في طياره كان راح واد ياباني في مطبات وكده، ما كانش رابط الحزام فدماغه خبطت نط في سقف الطياره، دماغه اتكسرت مات. لكن لو كان رابط الحزام ما كانش جرى حاجه. فعشان خاطر كده الناس دايما بيقعدوا يقولوا لازم تربط الحزام، لازم تربط الحزام، واحنا كلنا بنبقى مش لا لا، مهم قوي 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 ربط لما تنور لك في الكابينه الحزام يتربط، لازم يتربط، لان بيبقى البرودكاست يعني البرودكاست اللي هو التوقع ان في مطبات بتوصل للطيار. فبيجي له من بدري على الرادار ان هو انت عندك مطبات هواء داخل عليها. بس مطبات الهواء دي مش ما بتمثلش اي خطوره لاي حد، مفيش اي خطوره خالص فيها خالص. حتى لو هي عنيفه جدا. حتى لو هي ده في بتنزل 100 متر، طياره تنزل 100 متر مره واحده. وده طبيعي عادي. عادي خالص. يعني مش ارجو ان الناس تبقى متحمسه لهذه الفكره، لان هو على ما اعتقد اللي بيوصل لنا على السوشيال ميديا كل الحاجات دي ان هو بيبقى موترنا دايما الشكل. هي طبعا بتخض لما الواحد يلاقي نفسه نيجاتيف جي كده بتخض يعني. بس لو عارف ان هو ما فيهاش اي خطوره ما يقلقش خالص. كنت قلت لي على صديق ليك سافرت معاه ايطاليا. كان ليه سابق راح ايطاليا يشتري مصنع حديد. هو بيخاف، انا ما كنتش اعرف ان هو بيخاف. فقال لي بيخاف من الطيران موت. قال لي تعالى معايا. اروح اعمل ايه؟ قال لي تعالى نتفسح. قلت له طيب. من وقت اما تكف لغايه لما نزلنا هناك وهو ماسك في ايدي وعمال يكلبش فيها، وقال لي لو الطيار جرى له حاجه تقدر انت تنزلنا؟ قلت له هنزلكم مالكش دعوه. ف ده انا وانا رايح واحنا جايين برضو ماسك ايدي على طول. ما حسش بالامان خالص وهو لا بيخاف.
خلينا نرجع لحاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ان انا بحاول ارسم كده خط موازي ما بين اللي حضراتكم كنتوا بتعملوه في القوات الجويه والشغل او رياده الاعمال او البيزنس بشكل عام. فباجي ابص على حاجه زي ان انت تبقى قائد سرب قدام ان انت تبقى قائد فريق في شركه او عندك شركه او لما بتبقى قائد سرب، ايه العوامل اللي بتخليك مؤهل اصلا ان انت تبقى قائد السرب، وايه مقومات السرب الناجح ان هو يبقى فريق ناجح؟ لما بمسك قائد سرب انا قبل ما امسك قائد سرب كنت ضابط في السرب عادي. كل سنه بيتكتب عني تقرير، قائد السرب بيكتب عني تقرير كل سنه. التقرير ده بيبقى مكوناته ايه؟ الضبط والربط، مستوى الطيران، يعني كل ما هو مطاعة الأوامر، يعني كل ما هو. في معايير معينه بيقول لك ده على دي انت جايب فيها 5 من 5 دي. بالظبط كل بند من دول ليها من 1 ل10، من 1 ل10، من 1 ل10. وفي الآخر بيتكتب تقرير يدوي، طيار مثلا جيد، طيار أو كذا، أو طيار مستهتر، بيتكتب كل حاجة. وبعدين في الآخر خالص يصلح إن هو يكون قائد سرب أو لا يصلح حاليا يبقى قائد سرب، لسه ما استواش. فالتقرير هو اللي تقرير قائد السرب ده بيروح لقائد القوات الجوية وشعب التدريب، بتقول ده سمير مثلا دلوقتي بقى مؤهل ان هو يمسك قائد سرب. ممكن قبليها مثلا اقعد 2 3 مش مؤهل، لسه مفيش حزم مثلا، مفيش مستوى طيران عالي مثلا. مع الوقت بيتقدم الواحد. زي ما انت عندك شركة بتلاقي مثلا موظف عندك جيد وموظف نص نص وموظف ما بيشتغلش خالص بتروحه. ما ده النقطه المهمه دلوقتي. انت لما يعني بيجي الريبورت ده بيقول والله سمير يصلح لان هو يبقى قائد سرب، اللي بيحصل بعدها ان انت بتبدا تاخد تدريبات ليها علاقه لا لا التدريبات، ما هو لما كتب عني التقرير ده معنى كده ايه؟ ان انا اوريدي وصلت لمرحله ان انا اقدر ادير سرب من طيارين. مثلا عندي 20 طيار، 22 طيار، مهندسين عندي كذا 10 مهندسين مثلا في السرب، ميكانيكيه عندي كذا 300 400 ميكانيكي، اقدر ادير هذه المنظومه دي كلها. ايه مقومات قائد السرب الناجح؟ يعني في انت عندك مختلف الاسراب، يعني مش سرب واحد، انت عندك كذا سرب جنب بعض. ده لولوه، ده لولوه. بالظبط. لما بتيجي تبص عليهم كده، ايه اللي بيخلي سرب انجح من التاني؟ اللي بيخلي الطيارين اللي موجودين فيه هم دول اللي بيخلوا انجح من الطيارين. طيارين كويسين بينجح السرب. تكاتف، دي نمرة 1. نمرة 2، واللي أنا عشرتها كتير قوي، بيطلع مثلا حرب الاستنزاف أو 67 تطلع 4 طيارات يرجعوا 3. فين فلان؟ الله يرحمه. خلاص. الأول كنا بنزعل من كتر ما العملية دي بقت كتيرة، ما بقناش نزعل بقى، الله يرحمه خلاص. ومثلا بنلعب طاولة دويك أو ششبيش، بس ما دام مات خلاص هنعمل ايه؟ لما بتكون قائد سرب، رقم 1 بالنسبة لنجاحك هو المهارات الفنية، ان انت تبقى تكنيكلي شاطر جدا في اللي انت في الطيران. وحاجات تانية ممكن إداريا ت... يعني تضغى شوية عن مستوى الطيار. يعني الطيار كويس قوي قوي، معروف فلان ده طيار كويس خلاص، سواء قائد سرب أو مش قائد سرب أو طيار عادي. في العموم طيار شاطر جدا. مهم. بس مش لازم يكون قائد سرب ناجح. طيار كويس مش لازم، مش إداريا يمكن أحسن. إداريا ويبقى يمسك قائد سرب. إداريا يكون في السرب فيه طيار كويس قوي، بس واحد تاني إداريا أحسن هو اللي ماسك السرب. فجزء الإدارة ده مهم جدا جنب انت بتقود ناس حياتهم على كفهم. ففي ممكن يبقى فيه تمرد مثلا، لا هو عادة ما بقاش فيه تمرد ابدا، بس مرة حصل. فكقائد سرب لازم تحل المشكلة دي. ممكن تحكي لي اكتر على ازاي بتعمل كده؟ يعني في السرب بتاعي ما حصلش كده ابدا ابدا، بس في واحد كان عندي في السرب وراح مسك سرب تاني، قال لي في يوم احنا بنجمع الصبحية في التمام بتاع السرب، لقيت 2 طيارين جايين لابسين جلاليب.
ايه يا ابني انت اهو؟ قال لك يعني انت عارف، انت غسل مخهم في الحاجات دي. قالوا له احنا ما نطيرش مع مسيحي، لا ولايه لمسيحي على مسلم. قال لهم ولا مسلم على مسلم، خليكوا على جنب، عربيه جيب على الرئاسه، بره على بيتهم على طول. فتبقى لو انت قائد سرب نص نص ياكلوك، صح. ما تعرفش تتصرف صح. بس هو الولد ده كان قائد سرب كويس، قدر يتصرف في يوميها ومنع خالص الحكايه دي. فدلوقتي لما بنيجي نبص على إدارة السرب ده، انت بيبقى عندك مجموعة مختلفة من الناس، سواء كان طيارين، ميكانيكية، كل الحاجات دي، ومهندسين. آم، ايه أهمية علاقتك بكل حد فيهم؟ ده علاقه وطيده جدا، ده انا روحي في الميكانيك اللي بيجهز لي الطياره دي. المهندس اللي هو مهندس السرب او مهندسين اقسام، في مهندس لاسلكي ومهندس تسليح ومهندس هياكل ومهندس محرك، مهندسين دول حياه السرب. احنا مؤديين. عارف حضرتك الباليرينا اللي بتطلع على المسرح، اسمها معروف، فلانة الفلانية، بس مين اللي وصلها لكده؟ في طقم بتوع الإضاءة، طقم مش عارف ايه، طقم المزيكا، طقم المساعدات اللي هم الرقاصات اللي معاها، بس هي في الآخر هي اللي بتطلع واللي هي بتتعرف. احنا طيارين الفايتر كده، في الناس دي كلها بتتعب، الناس كلها بتموت نفسها. مين اللي بياخد الكريدت او مين بياخد في الاخر الكريمه؟ الطيار نفسه اللي بيطلع، لان هو ده اللي بيواجه الموت. يعني على ما اعتقد انت بتكون نتيجة مجهود ناس كتيرة جدا، واللمسة الأخيرة دي بتبقى بتاعتك انت. بالظبط. خليني أسألك على ازاي حضرتك ارتقيت بقى بعد كده قائد سرب، بعد كده طلعت ان في وقت من الأوقات كنت نائب رئيس أركان القوات الجوية. فالرحلة دي كلها طورت من شخصيتك في حاجات كتير. اه والتطوير ده من ناحيه ان هو انا طلعت من ان انا فنيا شاطر الى اداريا، الى ان انا اتعامل مع المواقف الصعبه او المواقف اللي هي، لان اكيد طبعا في الفتره اللي حضرتك خدمت فيها دي هي كان كلها مليانه مواقف صعبه جدا. طبعا. ازاي كنت بتتعامل مع كل حاجه؟ مش في كل ظروف نفس التعامل، يعني ساعات ببقى متساهل شويه، ساعات ببقى قوي جدا، ساعات ببقى عنيف. بس مع معظم الوقت كنت بتعامل مع السرب او مع المرؤوسين بالمحبه. يعني احنا بنحب بعض، احنا بنموت عشان بعض. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، في طلعات كانت بتبقى معروف ان اللي هيطلع مش هيرجع، مش يعني 90% مش راجع، طلعات خطر جدا. صدقني كان في ناس بتتخانق عليها. انهم يطلعوا. انا ما طلعتش طلعه اللي فاتت، انا عاوز اطلع الطلعه دي. يا عم دي عاوزه واحد قديم و لا، وانا ما طلعتش ليه؟ ما هو اشمعنى هو طلع وانا لا؟ ومعروف ان الطلعات دي يعني فيها نسبه جامده من الخطوره، ومع ذلك صدقني كان الناس بتتخانق عليها. وفي نفس الوقت مثلا كان عندي ضابط في السرب في 73 قال لي يا فندم ما ما تطلعنيش في الاول. ما طلعنيش في اول طلعه خالص. قلت له حاضر، ما طلعتوش في الاول، ومع ذلك استمر لغايه لما الحرب خلصت. يعني قلق مثلا، ما اعرفش ايه هي بالظبط، لكن أم، فده معناه ان نوعا ما في جزء من طريقه اداره حضرتك ان هو مش كل شخص كان بيتعامل بالاسلوب، يعني مش كله اسلوب موحد. طبعا كل واحد حسب شخصيته، كل واحد حسب ما دي الفراسه بقى، دي قائد السرب او قائد اللواء، ان يبقى عارف فلان ده ايه اللي يريحه وايه اللي يتعبه، واخد بال حضرتك، ما نعملوش. لما بنيجي نتكلم على اسلوب ادارتك للفريق اللي معاك، هل انت بتتبع يعني طريقه واحده للاداره، ولا على حسب طبيعه الشخص اللي معاك؟ لا، حسب طبيعه كل شخص. في شخص مثلا عصبي شويه، ما عندناش حاجه اسمها عصبي، بس بيبقى شويه، لازم برضو في الاول امتصه، وبعدين اديله الاوامر اللي هو لازم ينفذ، ابقى عارف ان هو لازم هينفذها 100%. في شخص لين من الاول، مش محتاج مجهود معاه. يعني كل ضابط على حسب طبعه.
أم، لما بنيجي نتكلم على التدريبات اللي انت كنت بتمر بيها في الجيش عموما، يعني بشكل عام، فيها جزء منها ليه علاقة بان انت تبقى بتنفذ الامر بحزم شديد، بمواعيد معينة، بدقة، بكل حاجات دي. بس هل كان في يعني حاجة اتعلمتها من حد كان بيدرس لك، حسيت ان هي اضافت لشطارتك كطيار في العموم؟ لا للاسف، في الميج 21 ما حدش درسني. يعني في في الميج 15 اول ما كنا بناخد الفرق، طبعا في مدرسي، طبعا علمني حاجات. بس لما رحت ال 21 زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ما كانش في طيارات اللي هي الديول اللي هي فيها 2 كرسي، فمفيش مدرس، انت اللي بتعلم نفسك. تطلع سيكشن مثلا، سيكشن يعني طيارتين مع بعض، آه، تعمل فورميشن، بتعمل قتال جوي، انت اللي بتعلم نفسك. لما بتعلم نفسك، حضرتك يعني في وقت من الأوقات، انت كنت مشهور بالطيران المنخفض جدا. دي موهبة من عند ربنا، دي موهبة. هو طبعا كل لما طرت واطي، كل لما العدو ما اكتشفكش. رادارات وكده. على الرادارات، مهم قوي. ف يعني دي موهبة من عند ربنا. يعني ساعات كنت مثلا اما تضرب في دماغي فوق الممر كده، اطير على ارتفاع نص متر 30 سم، يعني ارتفاع كده نص متر مثلا. لما بطير فوق المزارع في الشجر برضو بطير، يعني يا دوبك تبقى الطياره بتحف على ده بيخلي العدو ما يكشفكش غير فوق دماغه. بالنسبة لقيادة سرب، لأن هو جزء من قيادة السرب ده إن أنت يبقى عندك الفريق بتاعك عنده ثقة عمياء شديدة فيك أنت تمام. كقائد. إزاي بتقدر تبني النوع ده من الثقة؟ بالعشره، العشره مع بعض. وبعدين بيبقى الطيارين بتوع السرب لما بيلاقوك ملتزم، هم بيلتزموا. بيلاقيك طيار كويس، بيحاولوا يبقوا كويسين زيك. مستهتر، بيحاولوا يبقوا مستهترين. واخد بال حضرتك ازاي؟ فانت بتبقى المثل الاعلى ليهم. لما مسكت السرب يعني أول فترة كده، ممكن تحكي لي أكتر على إيه اللي كان بيحصل فيه؟ اول ما مسكت سرب جديد، طرت مع كل طيار اخده لوحده من السرب. من بعد يعني انا بعديه على طول كان طيار رتبته تقريبا زي، بس احدث مني ب3 دفع. من ده هو لغايه اصغر ملازم كنت باخد كل واحد اسايق بيه السما، اشوفه امكانياته ايه. مثلا لو دخلنا في اشتباك هيتصرف ازاي، وبناء عليه بقدر بعد كده اكون فكره كلها عن السرب، واعملهم فينجر فورز. اعملهم يعني فينجر فورز اللي هم ايه، أربعة 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 أربعة، واخد بال حضرتك؟ أنا اللي موظفهم، فلان يطير مع فلان مع فلان وفلان. فأنت اللي بيحصل إن أنت بتطلع مع واحد واحد بعرف إمكانياته، وبتقيم إمكانيات. إمكانياته كطيار. طيار كويس، طيار متوسط، هل بينفذ الأوامر 100% ولا بيتأخر في التنفيذ؟ لا، يبقى ده يروح مع ده وده يروح مع، هي عايزة خبرة. خبرة من أنا طرت كتير وأنا صغير. فأنت في الآخر بتنسق الفرق على حسب. حسب إمكانيات كل قائد تشكيل. قائد تشكيل، تشكيل من 4 طيارات، كل قائد تشكيل بوضب له ال3 اللي معاه. عجبني أوي النقطة دي، إن أنت لما بيبقى قائد التشكيل ده معاه 3، فأنت بتظبطهم على حسب إمكانيات كل واحد، وبيكملوا بعض في إيه، بالظبط. وبحيث إن ما يبقاش عندك فريق ضعيف في حاجة. بالظبط. رائع. آم، دلوقتي في شباب كتير قوي بيمر بظروف استثنائية، سواء كان بقى خوف، قلق، توتر، تردد، كل الحاجات دي. لما وطبعا احنا يعني بسبب حضرتك وناس كتيرة جدا ما بنمرش بحاجات حياة أو موت، يعني احنا الحمد لله يعني حياتنا أحسن بكتير من ناس غيرنا. بس لما بتيجي تنصح الشباب الأصغر أو الأجيال الجديدة دلوقتي، لو عايز تديهم كده نصائح عامة، شايف ان هم ممكن يشتغلوا على نفسهم زي ما انت كنت بتطير مع كل طيار عشان تعرف تقيم امكانياته.
لما بتيجي تبص على الاجيال الاصغر دلوقتي بتحس ان هم محتاجين يعملوا ايه او يفكروا في ايه؟ واحد محتاجين نمرة واحد يحبوا مصر، نمرة واحد. دي اللي احنا قاعدين فيها، يعني هنروح فين؟ هي مصر، فلازم نحبها غصب عننا حتى لو هي منيلة بنيلة. ه- هي دي بتاعتنا، كتبت علينا خلاص. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يا ريت كل شاب من الجيل الجديد يحط هدف قدامه ويحاول يحققه بأي طريقة كانت. مذاكرة يعني، مثلا أنا في كلية التجارة مثلا، عايز أبقى عندي مكتب محاسبة، أبات طول الليل في كلية التجارة، أمسك الكتب أكلها أكل، أشتغل مرمطون عند مكتب محاسبة لغاية لما أوصل للي أنا عايز. لازم يعني، احنا كنا في 73 حاطين هدف قصادنا ان احنا نحرر ارضنا تخطيط كويس ادانا نتيجه كويسه. تصميم ان احنا عاوزين نحرر بلدنا، تصميم ان احنا نهزم العدو. واخد بال حضرتك؟ برضه يا ريت الشباب يعني يحط في مخه ان هو حاجه لازم يوصل لها، لازم يكافح. انا يعني للاسف انا بلاحظ مش كل الشباب طبعا، جزء منهم عايشين كده يعني زي ما تيجي. مش هتوصل تبقى كويس غير لما تموت نفسك. آم، قلت حاجه مهمه في حته 73 ان احنا كلنا كنا في تخطيط جيد وفي هدف كلنا عايزين نشتغل عليه. بالظبط. ممكن تحكي لي اكتر برضو على الوقت ده، يعني من وجهة نظر التخطيط الكويس والهدف وكل حاجه؟ يعني مثلا في اول يوم، اللي هي الضربه الجويه الاولى اللي بيقولوا عليها دي، يعني دي درسناها ان لازم سمير عزيز يطلع باربع طيارات يحمي كل الطيارات بتاعتنا اللي دخلت تضرب من بورسعيد لغايه الاسماعيليه. السيكتور ده، القطاع ده كله كان مسؤوليتي انا. انا والطيارين اللي معايا. آه، بنطلع 0 فيت على وش الارض لغايه لما نوصل للقناه، بنطلع ارتفاع 5 كيلو، بنمسح القناه رايح جاي رايح جاي، بحيث ان لو العدو جه يهاجم الطيارات بتاعتنا اللي هي بتضرب الارضي، احنا نشتبك معاه نمنعه ان هو يضرب طياراتنا. فانا طلعت فعلا الساعه 2 الا 5 بالاربع طيارات بتوعي، وطلعنا حرسنا كل الطيارات اللي بتضرب لغايه لما اتضربوا وكسروا كل ما هو جوه سينا ورجعوا، ونزلنا بعد كده سلام. ف تخطيط ان احنا نعمل كذا 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 كذا. هو يوميها ما طلعلناش ولا طياره معاديه، يعني ولا طياره. هو كان يوم عندهم، كان يوم اسمه كويبور، اللي هو هم حسب ما قريت برضو ان اليهود المتعصبين حتى لو مثلا ما يطلعش في الاسانسير عشان بيدوس على الزر، وده فهم اجازه كانوا طبعا كلهم بيتفسحوا. فلا يوميها ما طلعناش ولا طياره. بس عجبني حته ان حضرتك كنت بتنفذ جزء، يعني مسؤوليه من مسؤولياتك وركزت عليها، وبشكل كبير انت كنت جزء من منظومه كبيره جدا. كل واحد كان عارف دوره ايه، بالظبط. كل واحد اشتغل على اللي هو المفروض بالظبط. يعمله. من الاسماعيليه بقى لغايه السويس كانت مهمه مطار انشاص. برضو طلعوا اربع طيارات بيحموا واخد بالك. فهي يعني تخطيط متخططه، ده يعمل كذا وده يعمل كذا. برضو وقت الايام العاديه بنعمل مظلات فوق المطارات بتاعتنا عشان لو هجموا علينا نقدر ندافع عنها. برضو تخطيط. أم، من الحاجات اللي انا بحبها في الجيش عامه ان كل سلاح وليه زي ما بيقولوا السلوجان بتاعه كده، والكلمات اللي هي بتعبر عن السلاح ذات نفسه. بتاع القوات الجويه هو الى العلا في سبيل المجد. الى العلا في في سبيل سبيل المجد. المجد، ايوه. آه، ممكن تحكي لي اكتر على الاجواء بتاعه وانتوا في الكليه الجويه، يعني لما بتدرسوا ازاي ده بيبقى بنشوفه في الحقيقه؟ واحنا بندرس في الكليه الجويه، لا طلبه عاديين، بيبقى علينا ضغط على طول. يعني احنا بنقعد 3 سنين في الكليه، كنا على ايامنا انا اول سنه دراسات بس ارضيه، تاني سنه وتالت سنه طيران وطيران.
في اول سنه انت بتدرس كل نظري، نظري كله نظري، كله، مفيش طيران، كلها حاجه ليها علاقه بالطيارات. كله طيران. لا، طيران وانجليزي، بناخد انجليزي ورياضه وعبري، ناخد لغه عبريه طبعا، وهياكل ومحركات وارصاد، ويعني كل ما هو خاص بالطيران، زائد او كانوا بيدرسونا كوره. كوره؟ حاجه غريبه جدا، ليه بقى؟ مش عارف، مع ان انا ما بحبش الكوره يعني ماليش في الكوره خالص، بس كنا بندرس قوانين الكوره، ليه ما اعرفش، الفاول ايه والمش عارف ايه بس مش غريبه شويه ان غريب جدا. انا مش عارف ليه لغايه دلوقتي كنا بندرس الحاجات دي. حسيت ان انت استفدت منها بحاجه؟ ما استفدتش منها حاجه خالص طبعا، ولا كوره ولا بتاع. لاسلكي، بناخد لاسلكي، كنا لاسلكي، عارف اللاسلكي بتاع الحرب العالميه الثانيه، تك 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 دي، مورس كود، وكنا بندرسه برضه، ليه ما اعرفش برضه، وما بنستخدموش. طيارات ما فيهاش، الطيارات اللي بنطيرها ما فيهاش حضرتك قلت لي حاجه مهمه جدا في وقت ان انت بتقول ان انت لازم تتعلم ان انت ترمي ورا ظهرك. ممكن اللي فات يترمي خلاص. احكي لي اكتر عنها؟ ما هو انت لو ما رميتوش هيتنه كابس على قلبك وعلى فكرك، لو ما رميتوش خالص ورا ظهرك هيتنه ماسك فكرك، ما يخليكش تتقدم لقدام. لا، انا ده ارميه وابتدي من الزيرو، ابتدي اتقدم. زي ايه حضرتك؟ في ناس لغايه دلوقتي يقول لك ايام من 1400 سنه كنا بنعمل ايه، كنا مش عارف، لا الجلابيه تبقى قصيره، ومش هتعرف تتقدم بقى، انت عاوز يعني تعمل حاجه جديده. لا، دي طول ما هي كبس على نفسك مش هتعرف حاجه جديده. هو انت هل طبيعه حضرتك كانت كده ولا الظروف ولا لا، لا، ده انا استفدتها يعني من من خبره القوات الجويه. من ناحيه؟ من ناحيه ايه مثلا؟ اتدربنا في 67، تاني يوم احنا ضربنا يوم 5، تاني يوم رحنا الجزائر، اختاروا كذا طيار مننا راح الجزائر عشان نجيب طيارات. لو قعدت بقى وانا في الجزائر، ما كانش فيه عندهم غير 6 طيارات بس، ميج 21، والباقي ميج 17، وحلني على بال ما يركبوها. لو انا قعدت فكرت في الهزيمه دي على طول، مش هتقدم، مش هعرف ارجع مصر بطيارات يعني. هي طبعا اثرت نفسيا، بس بقدر الامكان خلاص ارمي قدر الامكان عشان ابقى اتقدم. يعني وقت ما حصل الهزيمه تاني يوم رحتوا على الجزائر تجيبوا طيارات تانية؟ اختاروا كذا طيار مننا كده بالاسم يعني، خدنا طياره من القاهره الدولي، طياره حربي برضو، طياره مواصلات قوات جويه، انتنوف، كان اسمها انتنوف 12. طلعنا على الجزائر نجيب طيارات، لما وصلنا هناك ما عندهم 6 طيارات بس ميج 21، احنا كنا حوالي يمكن 20 طيار ولا 24 طيار حاجه كده يعني، مش فاكر العدد بالظبط بس كان يعني كميه. 6 منهم رجعوا، واحنا قالوا لنا في ميج 17 تاخده، قلنا ناخد باي حاجه بس هاتوا. فدخلنا هانجر كبير قوي، لقينا كميه ميج 17 مهوله بس كلها مفكوكه. البودي كده وجناحين، بودي وجناحين، واخد بالك. فعلى بال بقى اما ركبوها وبتاع، عملنا فلاينج تيست عليها وعلى بال لما رجعنا، والميج 17 الرينج بتاعها المدى بتاعها قليل، فطلعنا من الجزائر نزلنا في تونس، ومن تونس طرابلس، بني غازي، مرسى مطروح القاهره الدولي. يومين، قعدنا يومين. بس وقتها انتوا بشكل عام كنتوا متضايقين جدا طبعا طبعا الله، انت راجل مهزوم، مهزوم. وبعدين انا طلعت من هنا لابس الافرول بتاعي و انا فاكر حتى لما وصلنا هناك وجينا ننام، كان الجزمه بقى لي يومين ما قلعتهاش ولا 3 ايام ما قلعتهاش من وقت الحرب، 3 ايام باين قلعت، لقيت الشراب عامل كده ما بيلبش، ما هو من الوساخه او البتاع. فين يا دوبك الواحد يستحمى وابتدى يفوق لنفسه. قال لك الجزائريين برضو قالوا لنا ايه، قالوا لنا مصر خلاص انتهت وانتوا هتعيشوا هنا. جالنا احباط نفسي مرعب. وبعدين بعد يومين 3 بعد ما ركبوا الميج 17 قالوا في حاملة طيارات امريكاني معديه فوق الجزائر ويمكن تضرب الجزائر.
ليه قالوا كده؟ ما نعرفش برضه. فعاوزين طيارين منكم يطلعوا يضربوها. فمين؟ سمير عزيز، ومعايا كان واحد اسمه فريد حرفوش الله يرحمه برضه. انتوا الاثنين تطلعوا. احنا كنا احدث اثنين تقريبا في طبعا دي تطلع مش هترجع تاني. هتطلع يعني طيارتين ميج 17 يضربوا محامله طيارات فيها 40 طياره. طبعا معروف ان احنا رايحين مش هي هتموت. حاضر. ومسكنا طوارئ. طب يا جماعه الخريطه عشان الاتجاه، قال لا انت تطلعوا بس شمالا كده تلاقوا البحر. طيب هنتكلم مين بتاع اللاسلكي؟ قال مش محتاج تكلم حد، انت تطلع تضرب الطياره وترجع تاني. طب ارجع. طب البيكون اللي هو اللي بيدي اشارات عشان نرجع عليها على المطار، اللي هي بيطلع اشاره. الدليل بتاعنا ده اللي هو زي ايه تردده ايه؟ قال لك انت مش محتاج، ده البحر اهو وترجع تاني. خط مستقيم، خط مستقيم يرجع. ترجع. حاضر. قعدنا مسكنا طوارئ انا وفريد حرفوش من الصبح لغايه لاست لايت اخر ضوء، وطالعين طياره ميج 17 فيها قنبلتين اتنين، انا قنبلتين وهو قنبلتين، هنضرب بيها حامله طيارات. حاضر. الحمد لله ان على اخر الضوء بالليل كانت مشيت حامله الطيارات، بعدت عن الجزائر فما طلعناش. غريب جدا الموضوع ده. غريب جدا يعني الواحد لما بيفتكر الحاجات دي. بس رجوعا للنقطه بتاعت ان انت مع كل الظروف دي قررت ان هو لا، احنا محتاجين نركز على اللي جاي اكتر ما هو اللي فات. انا راجع مصر عايز اعمل حاجه. احنا يوم 14 و15 يوليو بعد النكسه، بعد الهزيمه ب 39 يوم، طلعنا ضربنا كل ما هو على قناه السويس، كل ما هو اسرائيل على قناه السويس بالطيارات. شويه طيارات ميج 17 اللي احنا جبناهم، وكانوا برضو كان انقذنا كذا طياره من الضربه اللي هم ضربوها لنا دي. زائد روسيا كانت بعت لنا طيارات من حلف وارسو، طيارات ميج 21 حاجه قديمه قوي، وحتى الفيول بتاعها قليل قوي، كان اقل من العادي. بشويه الطيارات دول قدرنا نضرب كل ما هو موجود على قناه السويس يومين، يوم 14 و15 يوليو. انا طلعت يوم 14 3 طلعات ويوم 15 طلعتين، مع ان كان كميه طيارين كتيره وطيارات قليله، ومع ذلك عافرت. يعني الحمد لله قدرت اقتنص 3 طلعات في اول يوم، وتاني يوم طلعتين. يعني دي بدايه بقى صحوه القوات الجويه يوم 14 و 15 يوليو. والحمد لله يعني مشينا بعد كده. الروس بعتوا لنا طيارات تانية ميج 21 بس من غير مدفع، وشيل صاروخين 2 بس. دي برضو عجزتنا شويه يعني. لما بتيجي تفكر في الرحله عامه جوه القوات الجويه، بتيجي يعني لو عدت بيك الزمن، يعني لو تعالى نقول ان انت ترجع تاني تبدا من اول وجديد، هل كنت هتتبع طريق مختلف او هتعمل حاجه مختلفه عن اللي انت كنت بتعملها؟ ما لا، انا استمتعت جدا بالحروب ده استمتاع انك تطلع تقاتل وتبقى تلاقي شوف الطياره اللي قدامك بتولعها. دي لذه، استمتاع. بالنسبه للطياره اللي قدامك، يعني في معلومه ان انت في واحده من الاشتباكات بتاعتك واجهت طيار اسرائيلي بعد كده بقى قائد القوات الجويه. ايه اللي انت حسيت بيه بعد ما عرفت ان هو ده؟ يعني هو كان في اسرائيل عامله حاجه اسمها السرب 101 ده حاطين فيه احسن طيارين اسرائيليين. ده بتاع الاشتباكات. فاليوميها يوم الاشتباك ده بالصدفه كان الطيار ده من السرب 101، طيار ممتاز. وربنا بص، هو ربنا وفقني طبعا يعني مش فكاكه مني ولا يعني. هو ربنا بيقف مع الواحد. قدرت اضرب الطياره بتاعته دي. ما انا ما اعرفش طبعا ان هو من السرب 101 وما اعرفش ابدا طبعا. بس لما بعد كده عرفت ان هو بقى قائد القوات الجويه الاسرائيليه، طبعا اتفشخت قوي يعني ان ضربت قائد القوات الجويه الاسرائيليه. بس كان طيار هم طيارين كويسين الحقيقه يعني، طيارين لانهم متعلمين في امريكا، يعني واخدين زي الباكستانيين ما هم واخدين دور تدريبات في امريكا. الاسرائيليين واخدين في امريكا واخدين في فرنسا.
كمان ايه الفرق في التدريبات؟ يعني ايه اهميه التدريبات، واللي ايه اللي بيخلي التدريب الامريكي او الفرنسي احسن؟ النوعيه يعني هم بيركزوا على القتال الجوي اكتر من الحاجات التانية، اكتر من الفورميشن، من الكروس كانتري، من الطيران الواطي. ركزوا اكتر على الفايتنج. وبعدين بيفصص لك ميزه الطياره بتاعتك وميزه الطياره المعاديه، وعيوبك وعيوب الطياره المعادله. ويطلع في كل يعني في امريكا زي بتاع توم كروز، حاجه بتاع توم جان، عندهم حاجه فعلا اسمها توم جان، بياخدوا فيها احسن طيارين امريكان ويعملوا قتال جوي، بالنتيجه يطلعوا بالنتيجه ايه كان لازم يتعمل ايه هنا وليه ما اتعملش كده، واخد بالك؟ تدريبهم كان كويس. غير الروس عندهم سيستم كده، تعمل طخ طخ طخ، نجح ما نجحش مالناش دعوه. فهو مدرستين مختلفتين اعتقد. يعني في مدرسه يعني حاسس من كلام حضرتك ان هو في المدرسه بتاعت امريكا مثلا عاملين زي الفريق الكوره اللي بيقعد يتفرج على الفريق اللي هينافسه. ايوه، المدرب يقعد يتفرج ده ويقول لك كذا بالظبط. ان الروس بروسيس اللي هو انا اقول لحضرتك حاجه، الروس كانوا حاطين في كل سرب عندنا خبير اسمه خبير روس. خبير روس اللي كان عندنا في سرب 46، صدقني انا كنت بعلمه حاجات، هو المفروض هو اللي يعلمنا. هو بيطير معانا، يطير معانا كده، يعني طلعات خفيفه. من ضمن الطلعات اللي جربتها حاجه اسمها هاف رول كده، او سبليت، بيسموها سبليت اس. هي المفروض تتعمل دي، بتفقد تقريبا 2 كيلو تقريبا يعني. انا قعدت اجرب لان انا اتزنقت في اشتباك واضطريت انزل كده عمودي عشان كانوا اكتر مني قوي يعني. المهم فقعدت افكر ازاي دي اقلل ده، بدل 2 كيلو تبقى اقل 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 اقل. فبقيت اجرب حاجه اسمها افتر بيرنر الاول، وبعدين دايف بريكس، يعني لغايه لما وصلت ل 1200 متر، افقد 1200 متر بس. وانا كقائد فينجر فور علمتها الفينجر فور بتاعي يعملوا ايه. وصل الكلام ده للخبير الروسي، فقعد يقول لي انت بتعمل ايه؟ ما انا مش عايز لان انا خارج التدريب خالص. قعد يمكن حوالي اسبوع كل يوم يزن عليا. قلت له طيب تعمل كذا 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 في الحته الفلانيه، تعمل كذا كذا. طلع نزل قال لي لا، ما بتفقدش 1200 متر، الكلام ده مش مظبوط. قلت له انت عملتها على ارتفاع كام؟ قال لي ارتفاع 5 كيلو. قلت له طبعا، ما هو 5 كيلو كثافه الهواء اقل، فعشان كده تنزل زياده. انا بعملها على ارتفاع 2 كيلو، ببتدي 2 كيلو، كثافه الهواء كتيره فبفقد. يعني انا بعلم الخبير الروسي اللي هو المفروض. وزي ما قلت لك قالوا لنا 450، اقل من 450 تنط وتسيب الطياره هتموت. بعد كده بقينا نعملها سبيد زيرو، سرعه زيرو، ولا بالنط ولا بجرالنا حاجه. يعني اختلاف مدارس. بس حاسس ان هو جزء منه كبير ان انت كنت بتجرب كتير. كنت بجرب كتير. بحب. وما كنتش خايف من النتائج ما خافش خالص. ليه بقى؟ كنت بعشق الطياره بتاعتي، بعشق عارف اكنها واحده صاحبتي. ساعات كنت بفكر اقول لها ايه مثلا، تعالي نعمل كذا، يا اسمك ايه؟ تقول لي لا ما ينفعش، البراشيم هتطق. طب نعمل مش عارف، تقول لي لا. وساعات تقول لي طيب واعمل والبراشيم تطق، وتقول لي بلاش تعمل كده تاني، ما اعملش كده تاني. يعني ال 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 الآلة بقت زي دلوقتي الاي اي دلوقتي تقريبا بقت كده. بقت الآلة عندي او الميج 21 بقت عشيقتي، واخد بالك؟ اللي انا عاوزه منها تعمل وتسرجن معايا كتير. فهي علاقه حب ما بين طياره وطياره. ايوه. ست اللي هو يعني انا كان نفسي نقعد طول الوقت مع بعض، بس زي اي حاجه حلوه ليها بدايه ونهايه، فحابب اشكرك جدا على وقتك. لا العفو يا فندم. شكرا جدا ست اللي هو، شكرا جدا.